من الفرق ديال الوداد. نتكلموا اولا على المستجدات بخصوص الانتدابات ديال الوداد واخر الاخبار، وخصوصا ان سمعنا ان عادل رمزي وتكلمنا عليها، فهو كيطالب رئيس الفريق سعيد ناصري بانتدابات وكذلك ملء اماكن الخصاص لتبين ان فريق ديال الوداد يعاني على مستوى الجبهه الهجوميه. لك كلمه. وشوف اخويا مصطفى، هو بداية اللي يمكن نشير للوداد، يعني تم الطي صفحات يعني المقابلة الأولى ديال السد. الآن كتنتظرهم لقاء آخر أمام أهلي طرابلس الليبي الأحد المقبل. وخاص يعني بكل صراحة فريق الوداد الرياضي ما كاينش بديل آخر من غير تحقيق الانتصار. يعني لا بغاو يعني يقويو حظوظ المرور ديالهم الدور الربع النهائي. على مستوى التركيبة البشرية والميركاتو الصيفي أكيد كاين نقاش، كاين حديث. الوداد مطالبة أنها تعاقد مع لاعبين وازنين على مستوى الجبهة الأمامية. مهاجم ضروري، وطالب حتى المدرب بمدافع، إن الوداد على مستوى الأجنحة عندها لاعبين. وحتى الصفقة ديال بوهرة يعني تأخروا بزاف أنهم يحسموها، أن كم المفروض تكون يعني حسمتي الصفقة باش يمشي اللاعب معاك البطولة العربية ويعطي الإضافة. الأمور المادية الآن هي اللي كتحول دون إتمام الصفقة في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة. المهاجم دوره محسموش، هل سيكون أيوب الكعبي؟ هل سنشاهد عودة بنزامين جديد أو اسم آخر أجنبي؟ الظهير الأيسر مازال كينتظروا وضعية الشماغ مع حسنية أكادير، واش غتفسخ ليه الجامعة العقد ديالو أو لا غياخد مستحقاته، لأن إلا فسخ العقد ديالو غالبا غيجي للوداد. ما فسخش فما غيتفاوضوش معاه، لأن الوداد كتمشي الآن لاعبين أحرار، هذا واقع. يعني قليل شي لعاب اللي مشاو شراوه. بان مصطفى بان ما كتسمع مدرب رمزي كلامو كيقول لك ودي انا بغيت مهاجم، فخصك توفر ليه مهاجم بطبيعه الحال من الطينه الكبيره. الحمد لله يعني معطيات ايجابيه حول الاصابه ديال الحتيمي، اللي بان انه ماشي اصابه اللي خطيره. نتمناو يرجع ان شاء الله ويكون في المستوى الكبير. الكلمه السي مصطفى. وسي حسناوي عادل رمزي كنظن بانه تبين لي بان فريق الوداد خصو بعض اللاعبين وخصوصا كذلك راس حربه، لان تبين ان السامبو ماشي راس الحربه اللي بمستوى ديال الفريق ديال الوداد، ما كنقولش في البطوله ولكن في المباريات الاخرى اللي كتلعب على المستوى الخارجي. وكنظن رئيس ديال الفريق ديال الوداد خصو يسرع كذلك، خصوصا بالخصوص الصفقه ديال بوهره، اما غادي يجي اما يجيش. اضافه فالراس الحربه يجب ايجاد راس حربه. كاين الكعبي حسناوي ولا مبينزا، واحد من هاد الجوج خصو الرئيس ديال الوداد يدخل معاهم في مفاوضات، لان الوقت دابا كيداهم فريق الوداد خصهم يستعد. كاين هاد المباريات فهي واحد الاطار اللي هو متنافسي واعدادي في نفس الوقت، ولكن راه خص اللاعبين الفرق ديال الوداد، لان المهمه كونوا على يقين لن تكون سهله الحسنوي، لن تكون سهله، لان كاين بعض المغادرين ديال الفرق ديال الوداد، كاين بعض اللاعبين اللي تم الاعاره ديالهم، كاين لاعبين ربما لم يجددوا كذلك الفريق. اذا هناك عده امور اللي خص رئيس ديال الفريق ديال الوداد يعني يحاول بامكانه يلبي الطلبات ديال المدرب، حيت انت المدرب الا ما جبتيش ليه مهاجم، حيت المدرب فوقاش كتحاسبه ملي كتجيب ليه لاعبين. المدرب ما تقدرش تحاسبه الا عندك هاد اللاعب، الا كيكون عندك لاعب ما تقدرش تحاسبه. اذا نتمنى بان الرئيس ديال الوداد يكون واضح كذلك ويقوم بانتدابات. تتكلمت على جمال الشماخ، خصو حسن كيبقى من احسن اللاعبين اللي كاين بطوله وطنيه بكل صراحه في الجهه اليسرى. بينزا لاعب اللي هو حسن ممتاز كذلك، لعب مع الوداد وكنظن بان كيعرف الاجواء جيدا. الكعبي كذلك لعب مع الوداد كيعرف الاجواء. غتقولوا مهاجمين اخرين، ما تقدرش تغامر بشي مهاجم اخر، خصك تجيب لاعبين اللي ربما دازوا في الفريق وكيعرفوا الفريق
والحسناوي نتمنوا الفريق ديال الوداد حد موفق في المقابله المقبله امام الاهلي طرابلس الليبي. مباراة ليست سهلة، راه المباراة ديال كأس الاتحاد العربي ما كتعرفها باش ملعوبة، معقدة جدا. إذا التعادل إذا فرق الوداد في المباراة الأولى كيحتم عليه باش ينتصر في المباراة ديال يوم الأحد. إضافة الملاقاة ديال الفريق ديال الهلال السعودي وربما تقدر تكون مقابلة اللي هي كذلك قوية جدا. إذا نتمناو الفريق ديال الوداد الحسناوي يحسن الانتدابات ديالو، يتلبي الطلبات ديال المدرب، ويجب مساندة الفريق ومساندة المدرب ومساندة كذلك مكتب ديال الوداد. تفضل حسناوي. شوف، بغيتي يا مصطفى تنافس على الألقاب، بغيت انت السنة المقبلة عندك السوبر الافريقي، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس العرش، عندك البطوله الوطنيه. ضروري خص يكون عندك يعني فيكتيف كبير. سامبو جاك العرض بيعو، ما تفكرش بيعو، تعاقد مع مهاجم يليق بالوداد، ان الوداد كيوصلوا يعني البوطو وما كيكونش هذاك متمم العمليات. الحسوني مشى غادر يعني رسميا استمر مع الوداد، عنده تجربه بالخليج واش بقطر، نتمنوا عليه يعني التوفيق. العوده للمقابله اللي دازت ما شاء الله كتشوفها مصطفى حيمود يعني، والاناقه باش كيلعب سيفيد فريق الوداد الرياضي كثيرا، والوسط ديال الوداد بجبران ودراوي وحيمود يعني ثالث خطير جدا. غادي صعب على المنافسين انهم يجاريوا الايقاع ديالهم. وكاين عندك اللاعب محروس كذلك كورقه بديله، رضا الجعدي مشى لانه تقريبا مشى لاتحاد طنجه. جلال الداودي ما قدموا ليه حتى شي عرض باش انه يمدد العقد ديالو. غالب تقريبا الان هادشي اللي كاين اخي مصطفى. ونتمنى واحد بالنسبه للبلايلي حسناوي اللي كيتكلموا عليه بزاف، الله يخليك. البلايلي ما كاين حتى حاجه من هادشي يا اخوان، كيتكلموا على البلايلي بواحد الشكل اللي هو كبير. البلايلي واش انت استحسنوا مع البلايلي باش تجي لفريق الوداد بالنسبه لك انت؟ شوف خويا مصطفى، البلايلي الوكيل ديالو الان راه كيدور به، هو لاعب ديال المشاكل بامتياز، في جميع التجارب اللي مر منهم خلق مشاكل. يمكن نقول لك البلاصه اللي طول فيها بزاف وكان مزيان هي مع الترجي الرياضي التونسي. قبل من الترجي كان موقف وكان كارثه، من بعد الترجي كان كله مشاكل وخلق لا في فرنسا لا في قطر. تابع حكم لاج ديالو، هو الان وكيل الاعمال ديالو، راه كيشوف بيحاول يردوا الترجي الرياضي التونسي او مولوديه الجزائر او الفريق الوداد الرياضي. انا كنقول كوجهه نظر بسيطه، الا كنتي غتعاقد مع البلايلي بداك المبلغ اللي كيروج ديال 500 ولا هذا، راه من 500 تجيب لك لعاب في امريكا اللاتينيه بمستوى رفيع جدا ومازال صغير. اذا نتمنى فريق الوداد الحسناوي يعني انتدابات اما اللاعبين اللي غادي يديروا المشاكل فخصهم يبعدوا عليهم، لان في اي فريق. فهو بالنسبه لرضا سليم